لما تسمع سيرة مدير الموارد البشرية او الاتش ار بيخطر على بالك ايه؟ بيخطر على بالك ان هو الشخص الشرير الرزل اللي بيوقف المراكب السايرة، الرخم اللي بيعمل لك الانترفيو ويقول لك شايف نفسك فين كمان 5 سنين. من الاخر انت بتشوف الشيطان اللي جوه الشركة، اللي لو مش موجود الشركة هتبقى احلى بكتير. بس خليني اقول لك ان الكلام ده مش صح خالص. لو انت اشتغلت في شركة ما فيهاش اتش ار بعد ما كنت شغال في شركة فيها اتش ار هتفهم الفرق. وده لان الاتش ار ليه دور فعلا مهم جدا جوه الشركة، واللي لو اتنفذ صح وحط تحت كلمة صح دي 100 خط هيحفظ لك حقوقك جوه الشركة وهتتدلع كمان. في الحلقة دي من سلسلة كلية التجارة هكلمك عن مدير الموارد البشرية او الهيومن ريسورسز اللي اختصارها اتش ار، وهعرفك ليه في الحلقة دي ليه دوره محوري جدا في الشركة وصعب الاستغناء عنه. ودوره مش بس ان هو يعمل انترفيوز ويقول مين يجي ومين لا، هعرفك كمان من سلطات الاتش ار ان هو ممكن بكل اريحية وسهولة يقول لصاحب الشركة لا في وشه. حلوة دي صح؟ فانا ده حسن لو اول مره تشوفني، ولو شفتني قبل كده وعجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا. خلينا نبدا بالحاجه التقليديه اللي كلنا عارفينها عن الاتش ار، انه الشخص اللي بيعمل انترفيوهات. بس خليني اقول لك ان انت حاصره في حته ضيقه قوي، لان قبل مرحله الانترفيوهات في مراحل كتير قوي الاتش ار لازم يعملها، لانه بيوصل له كميه سيفيهات غير عاديه. هيبقى هدر وقت كبير جدا لو عمل لهم كلهم انترفيوز، ده غير ان ده تكاليف على الشركه. فخلينا نرتب الامور كده واحده واحده ونقسمها لافتراضين. الفرض الاول ان الاتش ار قرر ينزل وظيفه معينه على اي موقع من مواقع التوظيف مثلا زي لينكد ان. وظف الوظيفه دي بتنزل على اي اساس؟ دلوقتي صاحب الشركه شاف ان في سكشن معين في الشركه ناقص موظفين، لان الشغل بيخلص بالراحه لانه كتير على عدد الموظفين الحاليين، فاحنا محتاجين حد يسند معاهم. او لو الشركه مثلا قررت تتوسع فالتوسع ده محتاج موظفين زياده عشان يعملوا الشغل الناتج عن التوسع ده. فالاتش ار هنا بيقعد قاعده مع صاحب الشركه يفهم منه طبيعه الشغل اللي هيقوم بيه الموظف ده، وهو محتاج منه خبره قد ايه، محتاج منه مهارات ايه. بناء على الاجتماع ده والداتا اللي جمعها من صاحب الشركه بينزل الوظيفه دي، بيطلب فيها مهارات معينه بعدد سنين خبره معينه، وبيقول لك ان احنا هنوفر لك المميزات الفلانيه بس احنا محتاجين منك 1 2 3. تيجي نضرب مثال عشان اللي جاي ما لخبطكش. هنفترض ان الاتش ار نزل ان هو محتاج مسؤول دعايه واعلان، محتاجه 5 سنين خبره، بيعرف يشتغل على سي ار ام تول، معاه مثلا ام بي اي. طب ايه بقى اللي بيحصل لما الاتش ار بينزل الوظيفه دي؟ ان في عدد كبير جدا من السيفيهات بيتبعت للشركه. وخليني اقول لك من الواقع اللي بيحصل ان عدد كبير جدا من المتقدمين للوظيفه عارفين كويس قوي ان عدد سنين خبرتهم اقل من العدد المطلوب للوظيفه دي، او اقل من العدد اللي الشركه طالباه، او مثلا مش حاصل على الشهاده دي ومع ذلك بيقدم. ده غير اللي ما بياخدش باله اصلا وبيرمي السي في وخلاص. وسريعا بس عشان ما نظلمش اللي بيعمل كده، هو اللي بيعمل كده احيانا بيقول لنفسه ان هم فعلا ممكن يكلموني وانا اقدر اقنعهم بنفسي لاني شاطر في الماركتنج مثلا واقدر اسد في الشغل، واحيانا بتمشي يعني. بس خلينا بقى نرجع لكميه السيفيهات دي. الاتش ار بيقعد يفنط فيهم سي في، بيعمل فلتر الاول، بيشوف هل فعلا اللي عنده عدد سنين خبره اقل يقدر يسد في الوظيفه دي او مهاراته كويسه فعلا، هل يستاهل فعلا ان انا اكلمه، ويبدا يشوف هيقابل مين ومين لا. يبدا بقى يكلم الناس ويحدد معاهم ميعاد ويبدا بقى مرحله الانترفيوهات. الاتش ار لو فاهم شغله صح فهو بيسال الاسئله اللي يقدر يستنتج منها هل الشخص ده مناسب للوظيفه ولا لا. زي في مثالنا مثلا مسؤول الدعايه والاعلان، انا محتاج اعرف منه اشتغل في اعلانات ايه قبل كده، لو قابلته المشكله الفلانيه اتصرف فيها ازاي، هل بيعرف فعلا يشتغل مع تيم ولا لا، وهكذا. لان في فعلا اسئله معروفه والناس بتاخدها كوبي بيست وخلاص من على النت، فخلاص اجابتها مش هتفيد الشركه في حاجه. انت لو انا قلت لك شايف نفسي فين كمان 5 سنين ده هيفيدك في ايه؟ بعد كده بقى بيخش الاتش ار في مرحله فلتر تانية، بيشوف فيها بناء على الانترفيوهات دي مين اشخاص المناسبه للوظيفه، ونبدا نختار منهم بعد ما نعرضهم على المدير، وبيبقى في اجتماع كده ملخصه هنختار مين للوظيفه دي. طيب دي اول فرضيه، واللي المفروض تكون استنبطت منها ان الاتش ار دوره مش محصور بس في الانترفيوز، في فلتريشن، في تحضير الاسئله اللي هسالها، في مجهود من الاخر. طيب ايه هي الفرضيه الثانيه؟ الفرضيه الثانيه واللي هي مش شائعه قوي ان الاتش ار ما بينزلش الوظيفه اصلا، هو بيعمل حاجه اسمها هانتنج. لو عندك لينكد ان فالاتش ار بيخش يعمل سيرش على لينكد ان عن طريق ان هو بيحط داتا معينه في السيرش ده، ويبدا يفلتر بقى الناس اللي هو محتاجهم بناء على بروفايلات اللينكد ان بتاعتهم او بروفايلاتهم على مواقع التوظيف زي وظف. عشان كده بنبه على اهميه بروفايلاتك على المواقع دي، واهميه انك انت تعمل لها ابديت اول باول، لان الوظيفه ممكن تجيلك عن طريقها من غير ما انت اصلا تتعب وتدور. وبعدين بقى الاتش ار بيبعت للناس المناسبه دي رسائل بيشرح لهم فيها ان هو لقاهم مناسبين لوظيفه معينه عنده في الشركه، ولو هم مهتمين ممكن يبعتوا له السي في بتاعهم، او ممكن يحدد معاه ميعاد انترفيو على طول. وتبدا بقى البروسيس اللي شرحناها في الفرضيه اللي فاتت. فالموضوع يا بيمشي يا اما عن طريق الهانتنج يا اما عن طريق البروسيس العاديه، وفي الحالتين الموضوع مش بيمشي زي ما انت كنت فاكر. وفكره انه رفضني عشان الاتش ار شرير هي بتتقال على سبيل الدعابه، ولكن الاتش ار في النهايه هو بيعمل شغله. هو صاحب الشركه قال له انا عايز المهارات الفلانيه، لقاها تمام ماشي، ما لهاش تمام ما يقدرش يجيبك، وقتها هيدور الشركه فتقبل الرفض.
عادي يعني، كلنا اترفضنا قبل كده مش اول مره. انا جالي ايميل سخيف قبل كده بيقول لي فيه ان الوظيفه اللي انت كنت عايزاها دي اتملت خلاص، وكده كده انت ما كنتش مناسبه. يعني شفت الغلاسه؟ يعني عادي. طب انا لغايه دلوقتي قلت لك الوظيفه بتاعته اللي هي يعني كانت معروفه شويه، طب ايه بقى اللي مش معروف؟ بص يا سيدي، الاتش ار ده وجوده في مصلحتك. اي اتش ار بيبقى همه الاول والاخير مصلحه الشركه. ايه ده، انت قلت لي ان هو في مصلحتي؟ ايوه اصبر، ما هو من مصلحه الشركه ان الموظف اللي يكون جوه الشركه مرتاح والجو في الشركه هادي وجميل عشان الشغل يمشي والشركه تقوم وتكبر، ولا ايه؟ فبالتالي هو مسؤول عن ان الجو في الشركه يبقى هادي ويبقى فريندلي كده، ما يبقاش فيه مشادات مع الموظفين مثلا ولا خلافات، يبقى فيه روح تعاون. ده بين الموظفين وبعض. طيب بين الموظفين والشركه، المفروض ان انا اخلي الموظف مرتبط اكتر بالشركه، يحس ان مفيش ضغط عليه، ولازم يحس باجواء عمل مريحه عن طريق حوافز، مكافآت، حاجات ترفيهيه جوه الشركه. في شركات بتوزع للجدد بتوعها حاجه اسمها ويلكم بوكس، بيبقى فيها مج، نوت، قلم كده يعني. صاحب الشركه مثلا ممكن يعمل عزومه للموظفين زي مثلا الفطار الجماعي اللي بيبقى في رمضان. طبعا في ناس هتحس ان انا عايمه في ميه البطيخ والكلام ده ما بيحصلش في الشركات، لا هو في شركات كتير بيحصل فيها ده بالفعل، بس لما يكون الاتش ار فاهم شغله وفاهم هو بيعمل ايه، والمدير كمان ما يكونش حد متسلط. يعني مثلا في اصحاب شركات مش فاهمين دور الاتش ار صح اصلا، فاهمين ان هو لازم يسمع كلام صاحب الشركه بالحرف، وده مش صح. الاتش ار بينفذ اللي في مصلحه الشركه، ولو قرار المدير ضد مصلحه الموظف اللي هو بالتالي ضد مصلحه الشركه ما يقدرش ينفذه. من حق الاتش ار هنا ان هو يعترض. في بقى اصحاب شركات ما بيعجبهمش الكلام ده، فبتمشي الاتش ار اللي من النوع ده وتجيب واحد يقول للمدير سمعا وطاعه، وده اللي بيوقع سيستم اي شركه في اي حته. لو صاحب الشركه بجد ناوي على خراب شركته، فدي وصفه سحريه كده جاهزه تخلي شركتك تقع بدون روت. الاتش ار لازم يكون الظهر اللي بتلجأ له لو في مشكله واجهتك في الشركه، حتى لو المشكله دي كانت مع صاحب الشركه او مديرك المباشر. لو مفيش اتش ار ومديرك ضايقك، مين هياخد لك حقك؟ خصوصا ان مدير وصاحب الشركه ممكن يقول لك ده مدير يعمل اللي هو عايزه. فبالتالي لو مفيش اتش ار انت هتروح تشتكي لمين؟ فدور الاتش ار اعمق بكتير من اكسبتد او ريجكتد. الاتش ار مسؤول عن ربط الموظفين ببعض، خلق بيئه عمل كويسه جوه الشركه، تنفيذ قرارات في صالح الشركه، وطبعا مع الهانتنج اللي اتكلمنا عليه وتعيين موظفين مناسبين. طب ليه خريج تجاره هو المناسب للوظيفه دي؟ هقولك ان طالب تجاره بيدرس ماده اسمها موارد بشريه، ده غير مواد علاقات عامه وحقوق انسان، اللي بتخليه عنده المهاره المناسبه للوظيفه دي وتخليه مناسب ليها. فانت كخريج تجاره ما تقلقش، اهي وظيفه تانية متاحه ليك وما تقلقش مش هتبقى شرير خالص. فبس كده، ده كان كلامنا عن مدير الموارد البشريه. طبعا زي ما احنا متعودين احنا بنقول مدير عشان نجيب الراس الكبيره، انما احيانا هو بيكون قسم فيه كذا حد، احيانا بيكون واحد بس لو الشركه مش محتاجه غير واحد. اتمنى اكون حسنت وظيفه الاتش ار في نظرك وضفت لك معلومه جديده. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تشيرها مع صحابك يمكن يستفادوا، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، واشوفك باذن الله في حلقات تانية. السلام عليكم.